سعيدة على كل الناس في الجمعيات والمؤسسات الأهلية. هنتكلم النهاردة في تسويق البلدي عن اليوتيوب للجمعية دوره إيه. اليوتيوب للجمعية مهم جدا جدا جدا. اليوتيوب هو المنصة الرقمية المرئية بتاعتك، هو القناة الخاصة بتاعتك. ما تستقلش ولا تستصغر حاجة انت بتصورها في شغلك التنموي او الخيري اللي انت بتعمله في المؤسسة عشان تنقله للمجتمع من خلال يوتيوب. تعال نشوف اليوتيوب ده مهم ليه اصلا للجمعيه، وازاي انا ممكن اصلا اكسب منه فلوس. يعني انا هبتدي بالاول باللي انت عايزه، وبعد كده هقول لك ازاي تستخدم اليوتيوب عشان تحقق اللي انت عايزه بالمطلوب تعمله اصلا. اليوتيوب ممكن يجيب لك فلوس من ثلاث حاجات. اليوتيوب ممكن يجيب لك فلوس من الفيديوز اللي انت بتحطها من خلال عمليه المشاهده والمرئيات بتاعه الاكونت. عادي الناس اللي بتتفرج عليها يجي لك فلوس، نسبه المشاهده كام، عدد اليوزر كام، بتحقق الشروط دي بتخش. وفي حاجه تانية هي الادسنس اد، دي حاجه خاصه بجوجل. لما تعدي ريت معين او تعدي ليفل معين من المشاهده والعدد الاعضاء، هنوصل ان هم بيحطوا لك اعلانات او بتنزل باكج الاعلانيه فبتاخد فلوس منهم. النوع الثالث الممبرشيب بقى. الممبرشيب دي انت بتعمل حاجه معينه سواء تعليميه او توعويه او انشطه عاديه، فهتلاقي في ناس عايزه تشترك معاك ان شاء الله بدولار في الشهر، يعني مش في السنه، عادي جدا. هو دخل معاك. ده اللي اسمه انباوند ماركتنج. ده حاجه مهمه جدا لازم تعملها. ان القناه بتاعتك هي اللي تجيب فلوس لنفسها وتخلي الناس تستعملها. مش هقول لك مرجعيه، ولكن هي بتلاقيك في مصداقيه، لان هي انت بتوري الرساله هنا من المستفيد للمتبرع مش العكس. ليه؟ لان اليوتيوب بينقل الصوره بتاعت انت وانت بتعمل المشروع التنموي، انت وانت بتعمل المشروع الخيري. المفروض يعلن عن الخطوات اللي انت بتعملها. المفروض اليوتيوب بينقل الصورة الحقيقية بلا تجميل، فبيدي التراست والثقة عند العميل. بعد كده حاجة تانية مهمة جدا، اليوتيوب دي حاجة عالمية مش حاجة لوكال. اليوتيوب انت لما بتحط حاجة على اليوتيوب كل العالم ينفع يشوفها، مش عالم واحد، مش مصر بس، كل الناس بتشوفها. فممكن يجي لك حاجة من بره، ممكن يجي لك مشاهد من جوه. اعمل حاجات صغيرة. انت داخل على رمضان، خلي رمضان هو بداية الدنيا بتاعت العملية الرقمية بتاعتك. أسس القناة اليوتيوب بتاعتك. ابتدي اعمل فيديوز صغيره عن التعريف بالجمعيه وانشطتها. ابتدي اعمل برامج توعويه، ان شاء الله حتى تعمل حاجه للاطفال الصبح، حاجه للاطفال بعد الظهر، حاجه للامهات العصر، اي حاجه، اعمل اي حاجه خلي الناس تتفرج عليها. فده تعملها ازاي؟ اما تشوف الناس محتاجه ايه. يعني احنا داخلين على رمضان ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. اعمل اذكار الصباح والمساء للاطفال، اذكار الصباح والمساء بلغه الاشاره. ازاي تعمل سمبوسه بعد الظهر، ازاي اعمل عصير برتقال من قشر البرتقال، ازاي اعمل مش عارفه ايه. ازاي هتخلي الناس تتفرج؟ الناس وهي بتتفرج هيجي لك مردود. في حاجه تانية خالص ممكن تستعملها كصدقه جاريه رقميه اصلا. الصدقه الجاريه الرقميه حاجه مستدامه ينفع تستعملها في عمليه التعريف بالجمعيه والتاثير على المجتمع، ان دي تبقى حافز ان هو يخش يشوف الموضوع اللي انت عامله، فانت بتكسب الصدقه اللي انت عايزها ايا كان الاتجاه كان رايح فين. زائد ان هي بتجيب لك مورد مالي. تعال نشوف في الزاويه الاقتصاديه. اليوتيوب محتاج منك تليفون حديث، ومحتاج منك تواصل مع الناس باللي انت بتعمله، ومحتاج منك ان انت تبقى في دوريه في عمليه النشر، عشان الناس اللي بتتابع لو في حاجه عجبتهم او اثرت معاهم يبتدي يتابع فيلاقيك انت موجود على طول. يبقى اليوتيوب حاجه ايجابيه مهمه لتوفير الموارد الماليه، لان هي بتنقل الصوره بتاعتك الصادقه، لان هي مفيهاش تغيير ولا تجديد ولا مونتاج ولا عشان توصل للعميل اللي انت بتستهدفه، سواء متبرع او سواء جهه انت عايز منها سبونسر او رعايه او جهه وزاريه او منحه انت بتستهدفها، او حتى الشارع اللي انت عايز تتعامل معاه وتثبت فيه ان انت عندك الثقه في عمليه ان انت تقدم له الخدمه وان انت الجهه التنمويه بتاعته. كل ده مهم ان انت تعمله، كل ده مهم ان انت تنقله من خلال يوتيوب. مش كل شويه اما تيجي تتعرف على جهه او حد تفضل تقول له احنا عملنا سابقا واحد اتنين تلاته. يكفي ان انت تديله الكيو ار بتاع اليوتيوب او اللينك بتاع اليوتيوب بتاعك عشان يتفرج على مشروعات الجمعيه، اذا لم يكن هناك منصه رسميه ولا موقع رسمي. والصح ان انت تعمل موقع رسمي ومنصه رسميه، عشان هي دي الهويه الرسميه بتاعتك. ما ينفعش تمشي من غير بطاقه، يبقى ما ينفعش امشي من غير ويب سايت رسمي بتاعي. دي حاجه مهمه جدا. فكده اليوتيوب طلع مهم. ابتدي في رمضان، اعمل على الاقل 30 فيديو في رمضان. اعمل كل يوم فيديو طويل، فيديو قصير، فيديو طويل فوق 8 دقايق، فيديو قصير 3 دقايق. ارفع الفيديو القصير طولي، بتصور بالطول عشان الريلز. اعمل الفيديوهات الطويله اللي فوق 8 دقايق بالعرض عشان الفيديو الطويل.
حاول تستعين بحد من الشباب اللي بيعرف يصوروا عندك في المؤسسة أو الجمعية بشكل متطوع، هيبقوا عندهم إبداع وعندهم شغف في الكلام ده، لأن هم بيعرفوا يعملوا الكلام ده الشباب الصغير أكتر من الناس الكبيرة. سهل جدا ان انت تفتح جوجل، تفتح ذكاء اصطناعي، تفتح اي حاجه، تقول مثلا انا عايز اصور، احط النور ازاي، احط الكاميرا ازاي، لو انت ما عندكش حد من الشباب اللي ينفع يصوروا معاك. ومش شرط تعمل حاجه احترافيه، اكتر ما هي فيها تراستي وفيها ثقه للدونيت اللي انت عايز تنفذه في الارض، عشان الدونر يفضل مكمل معاك، يفضل مكمل معاك، يفضل مكمل معاك، ايا كان المشروع ايه. ما تستقلش مشروع، ما تستصغرش حاجه انت عايز تعملها. حتى لو انت عامل مشروع دواجن صغنن في ارض صغننه، وعامل مثلا فوق سطح نموذج لزرعه صغيره انت عامله في البلكونه مش عارفه ازاي، عشان الجمعيه تعتبره تجربه، صور وابعت للناس، خلي الناس تتفاعل معاك، خلي يبقى في انتراكتيف مع الناس، خلي الناس تتفاعل مع الاكت اللي انت بتعمله. يعني احنا مره هنزرع موز، وكنا شايفين فيديو ان هم بيحطوا البيض وهو ني جوه التربه عشان الموز ده يبقى قوي وفيتامين ليه. عملنا الحركه دي وصورناها واحنا بنزرع، وصورنا كل يوم واحنا بنسقي، لغايه لما ما طلعتش الموزه اصلا، عشان في خطا، لان الموز ده ما كانش فيه بذر او كان فيه حاجه غلط، يعني احنا عملنا حاجه غلط. ولكن لقينا الناس هي بتقول لنا ممكن نعمل كذا، ممكن نعمل كذا. في الاخر الموضوع التارجت بتاعنا ايه؟ ان احنا نزرع. فوصلنا عمليه الزرع للناس من خلال استراتيجيه ان هم يعيشوا معانا ميديا وايز او مرئيا. اعمل كده. ده مهم جدا. احنا قلنا ان انت عندك موارد ماليه ممكن تيجي من اليوتيوب، عندك قله في التكلفه، عندك مواضيع كتير ينفع تعملها. قناه اليوتيوب قناه مهمه اساسيه ليك. ابتدي دلوقتي لو انت مش بادي، لو انت بادي كمل. حاول تخليها شبه رسميه، حاول تخلي اللي فيها يحترم، حاول تخلي فيها ثقه، حاول تخلي فيها كل فترة تواصل بينك وبين المستفيدين أكتر، وأنت بتفكر هتعمل إيه في المكان عشان الناس تتابع. الناس دي قعدت عشان تقول مثلا عايزين نعمل إيه في المنطقة أو في المكان السنة دي، أو لمشروع كذا أو مشروع كذا، فهنعمل اجتماعات لغاية لما نوصل لنتيجة. في ناس هتبقى عايزة توصل معاك للنتيجة بس متابعاك من بعيد، فبتفرج عليك. طب أنا شفت النتيجة، عايز أشوفها بعد التنفيذ عملت إيه. بعد ما تطرح، ما تتضايقش ان انا عندي مشاهده واحده واثنين مشاهده وثلاثه مشاهده و10 مشاهده و100 مشاهده، انا عايز اوصل ل 5000 مشاهده. لا تنساق ورا كلمه مول اعلانات دلوقتي ومول مشاهدات دلوقتي، ما تروحش في الكلام ده خالص. خلي الحياه عندك صادقه 100%. طبيعي ان انت في الاول الحاجه هتبقى صغيره، طبيعي ان انت في الاول مش هيبقى ناس كتير عارفاك، ده طبيعي تسويقيا حتى، ده طبيعي. خطوه خطوه، كل ما يعلى معاك المشروعات التنمويه وتزيد الخدمات اللي هتعملها، هتزيد الفيديوز اللي عندك في القناه، هيزيد الناس المتردده عندك، هتزيد اليوزرز اللي بيتفرجوا عليك ويتفرجوا على الشغل ده. ف بالبلدي كده اليوتيوب مهم تسويقيا. اليوتيوب القناه المرئيه اللي بتجيب لك فلوس بشكل مستدام، وبتنقل لك وبتنقلك الى العالم الدولي والعالم المحلي بشكل فيه ثقه تماما. فالنصيحه خليك ورا اعمل يوتيوب، ولو محتاجين اي مساعده احنا هنساعدكم، عندنا كل الامكانيات دي مجانا للجمعيات والمؤسسات. لان مهم جمعيات مصر ومؤسسات مصر يبقى عندها الخبره اللي تستعمل فيها الادوات اللي محطوطه تكنولوجيا عشان تسوق شغلها وتجيب فلوس عشان تقدر تعمل تحقيق للموارد الماليه بتاعتها، وتعمل بقى تنميه وتعمل مشروعات. ده بالبلدي. باي باي.